السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هتكلم معاكم يا اخوانا في 4 أنواع من أنواع الهداية. الهداية الأولى والهداية الفطرية، الهداية الثانية والهداية الإرشادية، والهداية الثالثة والهداية التوفيقية. أما الهداية الرابعة فهي الهداية التي ربنا سبحانه وتعالى خاصها بأهل الجنة، اللي هو أدخلهم الجنة عرفها لهم. فالهداية الفطرية هي الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى خص بها البشر كلهم، أو عام بها البشر كلهم، وبرضه جميع المخلوقات. معلش، فهو إذن الهداية الفطرية هي الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها لكل مخلوقاته. قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. يعني خلق كل مخلوق وليه شكل معين، شكله ده مناسب للوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه ان هو يقوم بيها في الدنيا. يعني بالظبط الفيل شكله ده جاي مناسب للدور اللي هو مخلوق علشانه. كذلك برضو الجمل، كذلك السمكة والحوت ومش عارف والديناصور والحمار والخنزير والضفدع والنملة وكل الحيوانات، وكل برضو الجمادات مثلا زي الجبل، مش عارف زي الأرض. كل حاجة مخلوقة بشكلها ده علشان ليها دور معين المفروض ليها تقوم بيه. كذلك برضو الإنسان، فهو شكله ده هو مخلوق برضو علشان وظيفة معينة، وجه شكله ده مناسب للوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخص بيها. ولكن الأمر هنا بقى إيه؟ إن الحيوانات والجماد بيقوموا دورهم بشكل إجباري، أما الإنسان بيقوم بدوره بشكل اختياري. فهنا عايزين نقف بقى على لحظة تربوية سريعة كده، وهي إن إحنا لو أثرنا في دورنا اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بينا، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، فإحنا هنا لو وصفنا الشخص اللي هو بيأثر في دوره الذي خلق من أجله، فإن إحنا لو وصفناه بالحيوان أو بالأنعام فإحنا كده ظلمنا الأنعام. ليه؟ لأن الأنعام بتقوم بدورها، في حين إن الراجل ده مش بيقوم بدوره. ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ده ربنا بيتكلم عن الناس ديت. مين بقى دول؟ أولئك كالأنعام. ما سكتش بقى، بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فاحذر وقف مع نفسك كويس وشوف انت بتقوم بدورك ولا لا. عيد تاني ان الشخص اللي هو مش بيقوم بدوره، فهو في الحالة دي لو احنا وصفناه بانه حيوان فاحنا كده ظلمنا الحيوان. اما الهداية رقم 2 وهي الهداية الإرشادية، ربنا قال وهديناه النجدين. وهديناه النجدين يعني بينا له طريقين، طريق أوله النبي صلى الله عليه وسلم وبآخره الجنة وهو طريق الخير، وطريق تاني فهو طريق الشيطان، أوله الشيطان وآخره النار. إذن ربنا سبحانه وتعالى هدانا لطريقين معينين. عايزين ناخد طريق الخير، علينا باتباع القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الإسلامي. عايزين بقى نتبع طريق تاني فهو طريق الشيطان. واحد هيقول لي دلوقتي يعني انت عايز تفهمني ان في حد يختار اصلا طريق غير طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ اقول لي ايوه. اما يبعد عن احكام ربنا سبحانه وتعالى في حياته هو كده اختار طريق الشيطان. اما يطيع اوامره ونفسه واهواءه وشهواته هو كده اختار طريق الشيطان. اما يخلي الاسلام مقتصر على ان هو يستفتى في الوضوء والاغتسال والنوم والاكل، ولا يستفتى في كيف نحارب وكيف نسالم وكيف يكون اقتصادنا كيف تكون حياتنا بشكل عام، فهو هنا برضو اختار طريق الشيطان، لأنه هو ما حكمش ربنا سبحانه وتعالى في كل تفصيل معين ودقيق في حياته. للناس بيقول لك يعني يا عم احنا مسلمين، ايوه ماشي، معاك احنا مسلمين الحمد لله وحليم الله، ولكن هذا ربنا سبحانه وتعالى فعلا بنحكم ربنا سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال بل أمثلة في بني إسرائيل. هسألكم السؤال الأول، هو ليه بني إسرائيل أكتر أمة ذكرت في القرآن؟ أقول لك ليه. لأن بني إسرائيل هي الأمة التي مرت
بأحداث ستمر بها أمة المسلمين أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا عبرة وبيورينا دروس كتيرة جدا 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 في أمة بني إسرائيل، عشان يقول لنا هم اتبعوا طريق الشيطان. فأنت تتبع طريق الشيطان هيحصل لكم زيهم. إيه اللي حصل لهم؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة والضياع في الأرض، وإن هم ما يقوموش إلا على مساعدة الآخرين وحاجات كتيرة جدا جدا، علشان هم اتخذوا طريق الشيطان. كانوا قتلة الأنبياء، كذبوا الأنبياء بل قتلوهم. وضرب الله لنا برضو أيضا أمثلة في الذين اتبعوا المنهج الرباني، وهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. في 23 سنة حكموا العالم، ولكن لو نظرنا لأمة بني إسرائيل شوف قعدت كام سنة، ومع ذلك دايما في ذل وفي تيه وفي مهانة وفي قهر. ليه؟ لأنهم دايما كانوا متمسكين بالحياة، كانوا شايفين إن حياتهم أهم حاجة وإن هي مستقبلهم الحقيقي. قال الله عنهم: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. شوف، حياة جاية نكرة، حتى لو الحياة دي فيها ذل، لو فيها مهانة، لو فيها يعني قهر وظلم، وفيها كل أنواع التشريد والإهانة، فعلا برضو مرضين بيها لأنها حياة. زي برضو بنشوف دلوقتي برضو احنا عايزين نعيش وخلاص. تعيش بمنهج ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، أصلا ممكن يسبب لي الأذى. تعيش بمنهج ربنا سبحانه وتعالى؟ لا لا لا، أصلا ممكن يخليها أتقتل، ممكن يخليها تاكل، ممكن. ولكن أما تقول له طب تعيش بقى مذلول، يقول لك بس هعيش وخلاص، عايش وخلاص. خد بالك، وقف مع نفسك كويس، شوف انت فعلا مختار طريق ربنا سبحانه وتعالى ولا لا، مختار طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. وانت بتبص للبنت الفلانية، وانت شايف بتحكم على الناس الفلانية، وانت بتعمل، هل بتستشير دينك؟ هل بتستشير قرآنك؟ وهل بتفهم قرآنك صح ولا لا؟ هل عندك ربنا سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، ولا انت شايف ربنا سبحانه وتعالى شايفك في كل وقت، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى بل وممكن ربنا سبحانه وتعالى شايفك في كل وقت، فبتعمل كل تصرفاتك بناء على ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك. خد بالك أخي الكريم في الموضوع. طيب، الهداية رقم 3 هي الهداية التوفيقية. والهداية التوفيقية يا إخواني إن هي ربنا سبحانه وتعالى أخص بها الذين اختاروا طريقه. فطبعا أما في ناس يختاروا طريق ربنا سبحانه وتعالى هيتعرض لهم كل أعداء هذا الطريق، ويسبب لهم القتل طبعا، والتكذيب والاستهزاء والتشريد، وقد يكون الاعتقال، وقد يكون كل أنواع العذاب الذي سيلاقونه. ولكن بعون ربنا سبحانه وتعالى هم يقدروا يثبتوا على الطريق ده. قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. عبدناك يا رب واستعنا بيك يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق ربنا سبحانه وتعالى، ثبتنا عليه. صراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم من أول سيدنا آدم إلى اليوم. يا رب اهدينا على الصراط ده. الصراط مش هو الصراط اللي هو بتاع غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى. هو ده فعلا الطريق اللي احنا بنشوف ناس من أول النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل كده طبعا، من أول سيدنا آدم إلى يومنا هذا قد يتعرضون لكل أنواع التعذيب، ونشوفهم لهم ثابتين. إزاي؟ بهداية ربنا سبحانه وتعالى. أصل هم يعني فعلا لجأوا ربنا سبحانه وتعالى، عبدوا ربنا سبحانه وتعالى حق عبادته. ما ننساش قوم أو الأخدود، أصحاب الأخدود، إن هم عشان آمنوا ربنا سبحانه وتعالى جه الملك بتاعهم وحرقهم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. اتحرقوا في النار. هم انتصروا ما انتصروش؟ هم انتصروا. عارفين ليه؟ أصل هم أهم حاجة إن هم يثبتوا على الطريق لحد آخر لحظة في حياته، لحد آخر لحظة في حياته. نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما أبو طالب قال له إن خلاص إن قريش بتهددني دلوقتي، فقال له: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته أبدا حتى يظهرها الله أو أهلك في سبيله. هموت عشان مبدئي، هموت علشان ديني. سيدنا بلال أول ما أسلم كل أنواع التعذيب في رمضاء مكة والصحراء والشمس شديدة جدا. سيدنا خباب هو الصحابي الجليل
اللي كان بيوضع على الفحم وعلى النار لحد ما النار دي كانت بتطفي بالدهن بتاع ظهره، لحد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال له النبي والله لا يتمنى الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. ما ننساش الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الناس اللي إيمانها ضعيف. طب الصحابة لا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. طب نثبت إزاي؟ استعين بربنا، اتقي ربنا سبحانه وتعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لو انتم صبرتوا على طريق ربنا سبحانه وتعالى مش تصبروا أبدا إلا أما ترجعوا لربنا سبحانه وتعالى وفعلا تلجأوا ليه. أما الهداية الأخيرة فأنت بعد كل هذا العناء وكل هذه المشقة في الدنيا تدخل الجنة وأنت عارف مكانك فيها، وهي هداية ربنا سبحانه وتعالى. وأدخلهم الجنة عرفها لهم. جزاكم الله خيرا، وإلى خاطرة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.